بيتكلم فيلمنا النهاردة عن واحدة ست بتخطف الأطفال وبتربيهم لحد ما بيكبروا، لكنها بتعزلهم عن العالم الخارجي وما بيتعاملوش مع الناس. ولما بيكبروا بيكونوا عصابة بتسرق البنوك، لكنهم بيفشلوا في مهمة منهم وبيحاولوا يهربوا وبيروحوا بعدها على بيتهم القديم، لكنهم بيلاقوا ناس لسه مشتريينه جديد فبيهددوهم وبيسرقوا الفلوس اللي معاهم. وبتكون الأم شخصية سادية وجواها أكتر من شخصية، فبتروح لهم وبتحاول تساعدهم. فهل الناس اللي في البيت هيقدروا يقفوا قدامهم ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. بس ما تنسوش تدوسولنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا. بيبدأ فيلمنا مع واحدة ست في المستشفى، وبتكون لابسة بلطو أبيض وعاملة نفسها ممرضة وبتسرق طفل صغير. ولما بيحاول حارس الأمن إنه يوقفها ما بترضاش تقف وبتهرب منه وبيطلع يجري وراها، لكن بيطلع شخص تبعها وبيقتل الحارس. وبعد كده بنروح لدانيال وبس اللي بيبقوا لسه مشتريين بيت جديد وعاملين حفلة بالمناسبة دي وعازمين أصحابهم الستة، وبيحتفلوا كلهم بالمناسبة دي، وبيبقى كل واحد من أصحابهم جايب مراته معاه. في الوقت ده بيكون في 3 مجرمين راكبين عربية وبيبقوا هربانين من الشرطة عشان كانوا بيحاولوا يسرقوا بنك لكنهم فشلوا. وكان معاهم واحد زميلهم لكنه ضحك عليهم وأخد الفلوس اللي سرقوها وسابهم وهرب لوحده. وبيبقى فيهم واحد مصاب اللي بيبقى عمال يعيط جامد وعاوز يكلم مامته، فصاحبه بيتصل بمامته وبيخليه يكلمها. وبعد كده بنروح لبيت دانيال وبس وأصدقائهم الستة اللي متجوزين، ومعاهم أناك وفيكي اللي بيكونوا لسه مخطوبين وفرحانين ببعض، وجورج وحبيبته ميليسيا ومعاهم صاحبتهم الأرملة جولي. وبيوصل المجرمين للبيت، ولما بيدخلوا بيكونوا مستغربينه لأنهم بقالهم مدة مجوز ضروه ومفكرين إن مامتهم لسه عايشة فيه. وبيبقى أخوهم جوني بيصرخ وبيعمل دوشة كبيرة، وبيكونوا قاعدين في الدور التاني، فبيسمع دانيال صوت في الدور التاني وبيطلع علشان يشوف فيه ايه، لكنه لما بيطلع بيلاقي المجرمين قاعدين وبيمسكوه بيهددوه انه ما يعملش صوت. فبيتفاجئ بوجودهم وبيسألهم عن سبب دخولهم لبيته، فبيقولوا له ان البيت كان ملكهم ومامتهم كانت ساكنة فيه لما سابوها ومشيوا، لكنه بيقول لهم انه اشترى البيت ده من شهرين. ووقتها بس بتحس ان جوزها دانيال اتأخر فبتطلع علشان تشوفه، لكن بتتفاجئ بالمجرمين مكتفينه وبيشاور لها دانيال علشان تهرب. ولما بتحاول تهرب بيجري وراها إيزاك وبيقدر إنه يمسكها وبيدخلها البيت تاني وبيكون عاوز يقتلها، لكنها بتقوله إن معاهم أصحابهم تحت وإنهم هيحسوا إن في حاجة لو لقوهم اتأخروا، فبيقرروا ما يقتلوهمش. وبتشوف بس أخوهم جوني مصاب، فبتقول لهم إن في واحد صاحبهم تحت دكتور وإنه يقدر يساعد أخوهم. فبيقول لها إيزاك إنها تنزل تجيبه من غير ما تقول لأصدقائها أي حاجة وإلا هيقتلوا جوزها دانيال. وبتنزل بس علشان تنادي على جورج، ولما بيطلع بيلاقي المجرمين وبيطلبوا منه انه يكشف على اخوهم جوني، لكنه بيقول لهم ان حالته خطيره ولازم يتنقل للمستشفى وانه مش هيعرف يعمل له حاجه وهو في البيت. لكنهم بيرفضوا يروحوا المستشفى لان الشرطه بتدور عليهم واكيد لو شافوهم هيتقبض عليهم، وبيهددوه ان لو اخوهم جوني حصل له حاجه هيقتلوه، وبيقولوا له ياخد باله منه. فبيحاول يعالج جرحه وبيربطه له. وفي الوقت ده بيجي تليفون لإيزاك وبيبقى من ليديا أخته، وبتتفاجئ لما بتعرف إنهم قاعدين في بيتهم القديم، وبتقوله إن البيت اتباع وما بقاش ملكهم، لكنها بتقوله إنها هتجيلهم هي ومامتها ناتالي. في الوقت ده جولي صاحبة بس بتطلع لهم، ولما بتشوفهم فوق بتصوت وبتنزل تجري على تحت وبتحذر أصحابها، لكن أدلي بيجري وراها وبيهددهم كلهم إنهم ما يعملوش صوت وبيسمعوا كلامه، وبياخد منهم تليفوناتهم وأي حاجة معاهم. وكان واضح إن أدلي شخص عدواني، وعلشان يثبت لهم إنه شرير وجد في تهديده بيبدأ إنه يضايق أناك قدام خطيبها فيكي، وكمان بدأ إنه يتحرش بيها وبيعتدي عليها قدامه، لكن فيكي ما بيقدرش يعمل حاجة. وقتها كان جورج بيحاول إنه يعالج جوني عشان أصدقائه ما يتأذوش، لكنه ما بيقدرش يعمل حاجة غير إنه يوقف النزيف بشكل مؤقت. في الوقت ده بتوصل ناتالي مامتهم وبتظهر قدامهم قد ايه هي شخصية قوية وما بيهمهاش حد، وبتروح تزعق لأدلي علشان بيعاملهم وحش وبتعتذر لهم عن اللي ابنها عمله. وبعدها بتشوف ابنها جوني مصاب وبيتألم جدا، وبتروح تهون عليه وبتشكر جورج انه ساعدهم، وبتطلب من بنتها ليديا انها تفضل جنبه وتحاول تساعده وتخفف ألمه. وبعدين بتروح تتكلم مع ابنها إيزاك وبتقول له انهم محتاجين يسافروا بره البلد الصبح،
لكنهم محتاجين فلوس كتير. فبيقول لها إيزاك إنهم كانوا بيبعتوا لها فلوس كتير على البيت ده وما كانوش يعرفوا إنها نقلت لبيت تاني. فبتنزل تحت وبتتكلم مع ابنها أدلي، وبتبان قدامهم إنها شخصية طيبة، وبتروح تسأل دانيال وبيس عن الفلوس اللي كان أولادها بيبعتوها. لكن دانيال وبيس بيقولوا لها إنهم ما يعرفوش حاجة عن الفلوس دي. فبتشك ناتالي في دانيال وبتتحول فجأة لشخصية شريرة، وبتطلب من أولادها إنهم يضربوه جامد. وبعد شوية بتبدأ تضعف وبتحن وبتحس إن دانيال فعلا ما يعرفش حاجة عن الفلوس. فبتطلب من أولادها إنهم يبطلوا ضرب فيه، وعلشان كانت محتاجة لفلوس كتير يسافروا بيها الصبح طلبت منهم إنهم يدولها كل الفلوس والذهب اللي معاهم، وكمان أخدت منهم بطاقاتهم الائتمانية، وطلبت من بيس إنها تروح مع إيزاك يسحبوا كل الفلوس اللي فيها، وإنها لو حاولت تهرب أو تبلغ عنهم هتقتل دانيال جوزها. وكمان بتقول لهم انهم يتصرفوا بشكل كويس، وانهم لو عملوا حاجة هتخلي ابنها إيزاك يقتل بيس. في الوقت ده بتحاول ميليسيا انها تهرب، لكن أدلي بيجري وراها وبيضربها بالنار، وبتروح بيس مع إيزاك علشان يسحبوا الفلوس. وهنا بنشوف ناتالي على شخصية تانية جديدة، وبنعرف إنها ست انطوائية وعندها أكتر من شخصية، وبتروح تزعق لأدلي على طريقته اللي مش كويسة في معاملته لأنيك، وبيعيط قدامها وبيطلب منها تسامحه، وكمان بتشكره إنه قتل ميليسيا قبل ما تهرب. ووقتها بيصحى جورج من النوم وبيسأل على حبيبته ميليسيا، لكن ناتالي بتكذب عليه وبتقوله إنها راحت مع بيث وإيزاك علشان يسحبوا الفلوس، وبتطلب منه إنه ياخد باله من ابنها جوني، وإن لو حصل له حاجة هتقتله وهتقتل كل أصحابه. وجورج كمان بيهددها إن لو حصل حاجة لأي حد من أصحابه هيخليها تشوف ابنها جوني وهو بيموت قدامها. وبعد شوية بيكون إيزاك وبيس ماشيين في الطريق وبيقفوا على جنب قدام صندوق زبالة، وبتشوف بيس صديقتها ميليسيا وهي مقتولة وكانت محطوطة في شنطة العربية، وبيرميها إيزاك في الصندوق وبيسيبها وبيمشوا. وبعدها بيروحوا على مكنة الفلوس وبيحاولوا إنهم يسحبوا كل الفلوس اللي فيها، وبيجي 2 بنات يحاولوا يقربوا من إيزاك، فبيحاول إنه يمشيهم، لكن بس بتحاول تشرح لهم إنه معاه مسدس، فبياخدوا بالهم وبيحاولوا يهربوا، لكن إيزاك بيجري وراهم وبيمسكهم وبيديلهم سكينة، وبيقول لهم إن اللي هتقدر تقتل صاحبتها هيسيبها تمشي. فالاتنين بيعيطوا، لكن واحدة منهم بتبقى خايفة جدا وبتمسك السكينة وبالفعل بتقتل صاحبتها، ولما بتيجي تجري بيضربها إيزاك بالمسدس وبتقع على الأرض. في نفس الوقت بنلاقي عمال النظافة رايحين علشان يشوفوا شغلهم، وبيفتحوا صندوق الزبالة اللي فيه جثة ميليسيا، لكن المفاجأة إن ميليسيا بتطلع عايشة، وبياخدوها يودوها المستشفى لأنها لسه ما ماتتش. وقتها بيروح جورج يدخل الأوضة، لكنه بيلاقي ليديا بتاخد أدوية وبيسألها عن اسم الأدوية، فبتقوله إنها علشان الحساسية، وعلشان كده مامتها بتلبسها لبس واسع وطويل عشان محدش يقرب منها من الرجالة ويتعدي. لكن جورج بيقول لها إنها جميلة وما عندهاش حساسية، وإنها مش محتاجة تاخد الأدوية دي، وكمان إن الأدوية دي مش للحساسية، وإنها مجرد حبوب سكر ولازم تبطلها. لكن ليديا ما بتصدقهوش. وفي الوقت ده بتكون ناتالي بتتفرج على التلفزيون، وبتعرف إن زميلهم اللي هرب بالفلوس اتقبض عليه وبلغ عن مكان بيتهم، وإن الشرطة مجرد وقت وهتيجي تقبض عليهم. وبتشوف شرطي جاي على البيت عشان يحقق، فبتطلب ناتالي من دانيال إنه يخرج ويقنع الشرطي إن مفيش حد هنا، وكمان لو قال له حاجة هتقتل كل أصحابه، وهتقول لابنها إيزاك يقتل بس مراته، وبتمسح له الدم اللي على وشه. فبيطلع دانيال يتكلم مع الشرطي، وبيقدر فعلا يقنعه إن مفيش حد في البيت، وإنه لسه مشتريه من شهرين، وبيصدقوا الشرطي وبيسيبه وبيمشي. ولما بتشوف ناتالي إنه قدر يقنع الشرطي إن مفيش حد في البيت بتشك فيه، وبتقتنع إنه بيعرف يكذب، وبتروح تدور على الفلوس في البيت. في الوقت ده حالة جوني بتبدأ تسوء أكتر، وبيتكلم مع مامته وبيقول لها إنه هيموت، وإنه عمره ما كلم بنت لأنها كانت منعهم من إنهم يتعاملوا مع أي حد بره. وقتها بينزل أدلي يتكلم معاهم، وبيطلب منهم طلب غريب، إنه ياخد واحدة من البنات اللي معاهم عشان أخوه جوني، وبيقول لهم إنه سايب القرار ليهم. فبيخاف كل واحد منهم على مراته وبيحضنها، علشان كده أدلي بيقرر إنه ياخد جولي لأخوهم، وبتترجاهم يساعدوها، لكنهم بيحضنوا مراتاتهم وبيسيبوها تروح معاه. ولما طلبت من دانيال إنه يساعدها ادالها ظهره لأنه كان جبان.
فبيتعصب ترايزون من اللي بيحصل، وبيروح ياخد عصاية من بتاعة البلياردو علشان يضربهم بيها وبيطلع لهم، لكنه بيتفاجئ إن ناتالي نازلة على السلم وما بيبقاش عاجبها إن جولي هي اللي هتروح لابنها، وبتطلب من ترايزون وفيكي إنهم يتصارعوا، واللي هيخسر فيهم هتاخد مراته لابنها، وفعلا بيبدأوا يضربوا بعض، وبيقدر ترايزون إنه يضرب فيكي وبيغلبه، فبتاخد ناتالي مرات فيكي علشان توديها لابنها جوني، وبتقدر ناتالي إنها تعرف إن دانيال وجولي على علاقة من نظراتهم لبعض وإنه بيخون بس. وفي الوقت ده بتبدأ ليديا إنها تتعاطف معاهم، وبتطلب من مامتها إنها تسيبهم وما تعمل لهمش اللي عاوزة تعمله ده، لكنها بترفض كلامها وبتقول لهم إنهم يستاهلوا اللي بيحصل لهم لأنهم سرقوا الفلوس منهم. وبعدها بتاخد ناتالي أنيك لابنها، فبيمنعها جورج إنها تاخدها، وبيقول لها إن حالة ابنها ما تسمحش بالكلام ده، لكن أدلي بيهجم عليه وبيحاول إنه يضربه وبيوقفه عن اللي بيقوله، لكن ليديا بتمنع أخوها إنه يضربه، وبيبان إنها معجبة بجورج، وبتقدر إنها تاخده من قدام أخوها أدلي قبل ما يأذيه. وبعدين بتطلع أنيك لجوني وبتحاول إنها تعمل معاه حاجة زي ناتالي ما هي عايزة، لكن جوني بيبقى حالته صعبة جدا وما بيقدرش يعمل حاجة، وبينادوا على جورج علشان يساعده لأن حالته بتتدهور. فبيطلب جورج من أنيك إنها تبص في الصندوق الذهبي اللي كان جايبه هدية، وبتطلع شنطة سكاكين، وبينزل أدلي مع أنيك، لكن بيهجم عليه فيكي وبيحاول إنه ياخد منه السلاح. ولما أدلي بيشوف ترايزون كمان عاوز يهجم عليه ويضربه، بيقتل فيكي بالنار، وبتستغل وقتها جيني الفرصة وبتحاول إنها تهرب، فبتنزل الأم وبتطلب من دانيال إنه يروح يمسكها ويرجعها تاني، وإلا هتخلي ابنها إيزاك يقتل مراته. فبيضطر دانيال إنه يسمع كلامها وبيطلع يجري ورا جيني، وبيقدر إنه يمسكها وبيرجعها للبيت قبل ما تهرب. وبيبقى إيزاك وبس راكبين العربية وراجعين البيت، وبتبقى الدنيا بتمطر جامد، وبيقابلوا شرطي في الطريق وبيوقفهم وبيطلب منهم بطاقتهم الشخصية، لكن الشرطي لما بيشوفهم بيبدأ يشك في إيزاك من نظرات بس، لكن إيزاك بيطلع المسدس وبيضربه بالنار، وبيخلي بس هي اللي تسوق العربية، وبيقول لها إنها هتدوس على الشرطي لأنه بيكون لسه عايش. فبتسوق العربية، وقبل ما بتخبط الشرطي بتقرر إنها تسيبه، وبتخبط العربية في شجرة وبيتقلبوا، وبيكون الشرطي لسه عايش وبيروح علشان يساعد بس، وبيبقى إيزاك فاقد الوعي، لكنه بيفوق وبيضرب الشرطي بالرصاص وبيقتله، وبتشوفه بس وبتفضل تعيط. وبعدين بنروح لناتالي اللي بتكون متضايقة من جيني علشان حاولت تهرب، وبتقرر إنها تعاقبها، وبتطلب من أدلي إنه يدلق مية سخنة على ودن ترايزون عشان يفقد السمع، وبيروح أدلي يكتف ترايزون وبيقفل بقه وبيدلق على ودنه مية سخنة، فبيتسلخ وبيغمى عليه، وبتشوفه جيني وبتفضل تعيط. وبعدها بتروح ناتالي علشان تدور على الفلوس في البيت، لكنها ما بتلاقيش حاجة، وبتحاول جيني إنها تفك إيديها بالنار، وبتحط إيدها جوه النار وبتكتم صوتها لحد ما الحبل بيولع، وبتقدر إنها تفك نفسها. وفي نفس الوقت بتكون ميليسيا في المستشفى وبيحاول الدكاترة يفوقوها، ولما بتفوق بتطلب من الشرطة إنهم يروحوا يساعدوا أصدقائها، وبتقدر تكتب لهم عنوان البيت، وبتروح الشرطة عشان يشوفوا العنوان. وفي الوقت ده بتقدر ناتالي إنها تلاقي الفلوس في برواز متعلق على الحيطة، وبتكون جيني بتحاول تفك أصحابها، وبيعملوا خطة سوا عشان يضربوا أدلي وناتالي. وبتفتكر أنيك كلام جورج ليها عن الصندوق الذهبي، وبتطلب من جيني تروح تفتحه، ولما بتفتحه بتلاقي جواه سكاكين كتير، فبتاخدها وبتروح تساعد أصحابها. وقتها بتكون ناتالي واقفة تتكلم مع أدلي، وبتطلب منه إنه يجيب لها دانيال، فبينزل أدلي علشان يجيبه، لكنهم بيكونوا عاملين خطة مع بعض وبيضربوه وبيكتموا صوته علشان ما يفضحهمش ومحدش يسمع صوته. وبياخد ترايزون مسدس أدلي اللي وقع على الأرض، وبتروح له جيني تحاول تتكلم معاه، لكنه ما بيسمعهاش لأنه فقد حاسة السمع، وبيضربها بالرصاص وبتموت لأنه بيفتكرها واحد من المجرمين. وبيفضل ترايزون يعيط عليها، وبتسمع ناتالي صوت ضرب النار، ولما بتنزل بتقتل ترايزون، وبتشوف أدلي ابنها مقتول، فبتتصدم وبتبدأ تتعصب، وبتروح تتكلم مع إيزاك وبتطلب منه يديها بس، وبتخليها تسمع صوت جوزها دانيال وهي بتقتله، وبتكون بس مصدومة وبتفضل تعيط علشان جوزها. وبعدها
بتطلب ناتالي من إيزاك إنه يجي بسرعة، وبتقوله إن أخوه مات وإنه يجيب معاه بس. وفي الوقت ده بيجي جورج علشان يشوف ترايزون ودانيال، لكنه بيلاقيهم ماتوا، وبيواجه ناتالي باللي بتعمله، وبيقولها إنها بتستغل أولادها علشان الفلوس، وإنه دول مش أولادها وهي خطفاهم وهم صغيرين، وكمان هي مخوفاهم من الناس وعزلاهم عنهم علشان تقدر تسيطر عليهم ويخافوا ما يسيبوهاش. ومن تعبير وشها بيفهم جورج إنهم مش أولادها، وإنها عقيمة وما بتخلفش، وإنها أكيد كانت بتحاول تستولى عليهم بدون حق. لكن ناتالي أول ما بتحس إن جورج عرف سرها ووجعها بالكلام ده بتبدأ تتوتر، وبتهدده وبتحط المسدس تحت راسه وبتبقى عاوزة تقتله. بس ليديا بتيجي وبتهديها وبتحاول انها تمنع مامتها تقتل جورج، وبتقول لها انهم لسه محتاجينه عشان يساعد اخوهم جوني. فبتهدى ناتالي وبتسيبه يعيش، لكنها بتفضل ساكتة وبتفكر في كلامه. وبعد شوية بيوصل إيزاك ومعاه بس، ولما بتشوفه الأم بتهدى وبتفرح لأنه رجع، وبتطلب منه إنه ياخد جوني وليديا ومعاهم جورج للعربية عشان يمشوا، وإنها هتخلص عليهم كلهم في البيت وبعدها هتحصلهم علشان يهربوا. فبيروح إيزاك ياخد جوني وليديا وجورج وبيروحوا على العربية، وأول ما بيمشوا بتبدأ ناتالي توقع بينهم وبتوريهم الأظرف اللي فيها الفلوس، وبتقول لهم إن دانيال هو السبب في كل اللي وصلوا له، وإنه لو كان قال لهم على مكان الفلوس من البداية ما كانش حصل لهم كل ده. فبتقول لها بس إنها هي اللي خبت الفلوس، وإنها كانت عاوزة تحوشهم عشان تهرب بيهم بعيد عن دانيال لما تولد ابنها، لأنها كانت حامل، وكمان كانت عارفة إن دانيال على علاقة بجولي. وقتها بتبدأ ناتالي تتعصب وتزعق فيهم، وبتقول لهم إن صاحبتهم ضحت بحياتهم كلهم مقابل الفلوس، وإنها كانت تقدر تقول على مكان الفلوس من البداية، لكنها أنانية واختارت نفسها. بس بعدها ناتالي بتاخد بس علشان تعملها اختبار حمل وتتأكد من كلامها إنها حامل ولا بتكذب. ولما بيروحوا على الحمام عشان يعملوا الاختبار بتطلب منها بس تدير وشها، ولما ناتالي بتلف بتقوم بس تمسك حاجة وبتخبطها على راسها، وبتروح على أصحابها بسرعة عشان تفكهم. في نفس الوقت بيكون إيزاك بيتكلم مع جورج وبيحاول إنه يقتله لأنه ما بيكونش مرتاح له، لكن ليديا بتحاول تمنعه إنه يعمل له أي حاجة. فبيقتلوا إيزاك لأنه بيحس إن أخته ابتدت تتعلق بيه، وبتروح بس تفك أصحابها بسرعة، وبتحاول جولي إنها تهرب، لكنها لما بتفتح الباب عشان تهرب بتقابل إيزاك فبيضربها بالنار في راسها وبيقتلها. وبعدها بيروح إيزاك يدور على الباقيين وبيشوفهم هم داخلين المخزن، فبيروح وراهم علشان يقتلهم، وبيعرف إن بس وأنك بيبقوا مستخبيين هناك وإن هم اللي لسه عايشين من الباقي. وبيشوف بس مستخبية ورا حاجة فبيروح يمسكها، لكن أنك بتلاقي مسدس من بتاع المسامير وبتمسكه وبتضرب بيه إيزاك في وشه، وبيقع على الأرض وما بيقدرش يتحرك، فبيوقعوا الدولاب فوق وبيموتوه. في الوقت ده بتدخل ناتالي تدور على إيزاك، لكنها بتشوفه مقتول فبتنهار وبتتعصب وبتفضل تدور على بس عشان تقتلها، لكن بس بتفاجئها وبتيجي من وراها وبتوقع المسدس منها، وبيفضلوا يضربوا في بعض. وبتقدر ناتالي انها تضرب بس على دماغها وبتفقدها الوعي، وبتقرر انها تولع في البيت باللي فيه عشان ما تسيبش اي اثر وراهم، وبتروح تجيب بنزين وبترشه في البيت كله. ولما تيجي تولع بتتفاجئ ان بس لسه عايشة، وبتقدر بس انها توقعها وبتفضل تضربها فوق دماغها بحاجة لغاية ما بتفقد الوعي، وبتقدر بس انها تخرج من البيت. في الوقت ده بتوصل الإسعاف والشرطة والمطافي وبيكتشفوا ان جيني لسه عايشة، وبياخدوها معاهم للمستشفى وبيعالجوها. وبعدين بنشوف بس في المستشفى وبتبقى بتحلم باللي حصل لها، وان ده كله كان مجرد حلم عن اللي حصل لها قبل ما تولد. وبتقوم من النوم على صوت الإنذار في المستشفى، فبتروح علشان تطمن على ابنها في الحضانة، لكن بتلاقيه هو الوحيد اللي اتخطف من وسط الأطفال. وبنكتشف إن اللي اتخطف في الأول هو ابنها، وإن اللي خطفته هي ناتالي، وكان معاها ابنها جوني اللي قتل حارس الأمن، وقدروا يهربوا بالطفل. وبتتفاجئ بس إن ناتالي لسه ما ماتتش، وبتنهار عشان خطفت ابنها وبتفضل تصرخ. وبكده بيكون فيلمنا النهاردة خلص، ونشوفكم فيلم جديد. سلام.